السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، والنهاردة هنتكلم عن موضوع غاية في الأهمية، وفي ناس كتيرة بتعاني منه وبيسبب انتكاسة وبيسبب مشكلة في مجتمعنا، ألا وهو مرض البهاء. ومرض البهاء من الأمراض المهمة جدا جدا اللي في ناس بتشتكي منها وبتعاني منها. بيتميز مرض البهاء بوجود بقعة بيضة، لكن البقعة البيضة دي بتسبب مشكلة كبيرة، لأن هي ممكن تيجي كحجم صغير في منطقة معينة وممكن ينتشر في جسمنا، وفي الحالات الشديدة الجسم بيفقد الصبغة في جميع الجسم. فخلي بالكم، لأنه مرض بالرغم إن هو مزمن ومنتشر بقاله فترة طويلة، لكن دلوقتي دي أكتر من طريقة علاج. اللي بيحصل في مرض البهاء إن في حاجة اسمها الخلية الصبغية، ودي مسؤولة عن إنتاج مادة الميلانين في الجسم. لأسباب معينة، إما الخلية دي ما بتكونش موجودة